اللي بيمسك زيادة ده الحقيقة فقير في كل حاجة. أولا فقير في السلام، ما عندوش سلام، مع ان عنده فلوس بس ما عندوش سلام. وما عندوش حب، فقير في الحب، لأن الناس محتاجة وتعبانة. يقول لك لا خسارة فيهم، لحسن يحصل لي، لحسن ايه هو اللي لحسن؟ هو في حد ضامن حاجة؟ فقير في الروح، ما يعرفش يصلي وما يعرفش يحس بربنا. اللي يمسك جامد ما تتصدقوش انه روحاني ابدا. الشخص الروحاني لازم يكون يفرط ويبقى سخي في العطاء بكل الاشكال. لكن واحد روحاني بخيل ما فيش حاجة اسمها كده، ما ينفعش. الروحانية لازم معاها كرم. كمان البخل يخسرك الناس. يعني الإنسان اللي يطلع الكلمة بالتيلة ويطلع الجنيه بالتيلة، وحتى يبخل على البواب بتاعه، تلاقي البواب من وراه بيشتم فيه، والمكوجي والفراش